صباح الخير. صح النهارده بدري جدا، صحي الساعة 9 وبعدين نمت تاني وبعدين صحيت الساعة 11. انا بدري جدا بالنسبة للأوقات اللي انا كنت بصحى فيها الأيام اللي فاتت، فانا مبسوط جدا ان انا صحيت بدري. عندي طاقة كبيرة جدا اليوم، متفائل جدا باليوم. يعني فاهم، في باور كده، يعني لازم نستغل الطاقة اللي موجودة دي في ان انا انجز حاجات كتير جدا. متفائل جدا باليوم، مش عارف، حاسس ان اليوم هيمشي بطريقه ايجابيه جدا، في تفاؤل غريب جدا عندي. ولكن ان شاء الله اليوم يطلع كويس. المهم ان انا لسه صاحي دلوقتي. ما كنتش ناوي اصور دلوقتي الصراحه، كنت ناوي الاول ان انا اخد دش واظبط نفسي واغير هدومي اللي مليانه ميه دي بسبب العرق والحر. حرفيا الاوضه بتاعتي فرن ولا يسأل ليه. اولا مفيش تكييف، هي مروحه حزينه ما بتعملش اي حاجه المروحه دي، بالاضافه الى الشمس من اول الشروق وكده، وهي بتبقى ضاربه في الاوضه بتاعتي لحد مثلا العصر كده، بتبدا الشمس تروح وكده اثناء الغروب. فحرفيا الاوضه بتاعتي بتبقى فرن لحد نهايه اليوم، حتى بالليل كمان بتبقى حر جدا. فعشان كده انا فاهم انا جايب ميه حرفيا، فما كنتش هصور. فكنت الاول هاخد دش واظبط نفسي في ان انا اظهر بافضل صوره، ولكن حبيت بس اوثق الحته دي. مش عارف احطها في الفلوج ولا لا، ولكن في الاغلب 99% هشيلها. 1% اللي احنا نعتمد عليه ان انا اسيب الحته دي. ولكن حاليا الفيديو بيعمل ريندر. اول ما الفيديو يخلص ريندر هناخد الراوتر، في نفس الوقت ناخد الفيديو ده ننزل نعمل الابلود للفيديو، في نفس الوقت نشوف هل السيستم شغال ولا نفس المره اللي فاتت السيستم كان واقع، عشان نعمل ابديت للسوفت وير بتاع الراوتر. نعمل فعلا ابديت، مش نشيل السوفت وير ونحط السوفت وير تاني. فخلص الفيديو ده يخلص ريندر وبعدين ننزل نعمل له ابلود. في الفتره دي هاخد دش كده واظبط نفسي بحيث ان انا انزل ابقى انسان بني ادم كده من غير الحر والكلام ده، اغير هدومي واخد دش والكلام ده كله. اخيرا شارع فاضي اعرف اتكلم فيه وفي نفس الوقت ابقوا سامعيني. بقى الشوارع كلها زحمه جدا، بعيدا عن الشارع ده شارع فقر. كل ما امشي في الشارع ده الكاميرا تفصل في نص التسجيل وكده، مش عارف ليه. ولكن عملت ابلود للفيديو دلوقتي، وفي نفس الوقت عملت ابديت للراوتر بعيدا عن شويه العيال التافهه اللي ورايا دي كده، نسميه صوتي افضل وكده. ولكن النهارده يوم الجمعه وفاضل يوم على العيد اللي هو بكره يوم الوقفه، ولكن ريحه الحشيش في الشوارع يعني مش فاهم ايه ده بجد. كل شارع فيه الريحه بجد، في كل حته تمشي، كل حته تمشي هتلاقي الريحه وكده. فموضوع مستفز الصراحه من الموضوع ده عادي، ولكن لما اجي اصور مثلا وكده فجاه الناس تضايقني انا، وفي نفس الوقت طب اللي بيشرب ده اولى اتضايق مين؟ تضايق اللي بيشرب ولا تيجي عليا؟ ولا انت عارف عشان اللي بيشرب ده دماغه هتغيب عليك، لكن ده واحد ابن ناس ماشي. وكذلك برضه اي حد بيمنعني من التصوير، ما بيشرب اهو، بيشربوا في كل حته. بس تمام يعني. المهم رايح البيت دلوقتي اشوف اللي ورايا. حرفيا انا في خلال الخمس ست ساعات اللي فاتوا دول انا ما عملتش اي حاجه حرفيا. ضيعت الوقت ده بالكامل، ولا قعدت اتفرج على مسلسل، ولا قعدت مثلا امسك الموبايل اتفرج على ريلز واقعد اسكرول، ولا عملت اي حاجه حرفيا. بالعكس انا ضيعت الخمس ست ساعات اللي فاتوا دول قاعد ما بعملش اي حاجه حرفيا. ولكن كما تقول المقوله المصريه، ومش عارف المقوله دي جايه منين بالظبط، لا تبكي يا بني على اللبن مثلا. انا بهدلت المقوله دي خالص. فيعني اللي نستفهمه من الموضوع ده ان هو ان انت لو زعلت على الوقت الضايع ده فانت بتضيع وقت اكتر من الوقت اللي ضاع. كل فيديو دلوقتي ان انا استغل الوقت ده، وفي نفس الوقت انا مش زعلان برضه بسبب ان النهارده بعد ما اخلص شغل، يعني بعد ما نقعد اخر جزء من الشغل دلوقتي، هيكون النهارده اطول يوم انا اشتغلت فيه من خلال الايام اللي فاتت كلها، من ساعه ما بدات ان انا اتراك عدد الساعات اللي انا بشتغل فيها فعلا. فالنهارده هيكون اطول يوم اشتغلت فيه. في حاجه بس عايز اقولها، انت ممكن تكون سامع صوتي واطي شويه، وفي نفس الوقت تلاقي سامع صوت المروحه ده، ويعني تلاقي صوت رخم كده في الباك جراوند. ممكن اصلا صوت المروحه يكون عالي بالمقارنه بصوتي او عالي زي صوتي، ولكن مفيش في ايدي اي حاجه اعملها. انا مش هطفي المروحه عشان اسجل فيديو، وفي نفس الوقت لو طفيت المروحه انا كده كده هفضل حران، ولو ما طفيتش المروحه وهي شغاله فانا كده كده برضه هفضل حران. فانا مش هطفي المروحه مبدئيا. يعني مثلا ايه، ممكن تكون بتلطف الجو بنسبه بسيطه، فانا مش هطفي المروحه. فانا اسف على الصوت الوحش ده، بس انا مش هطفي المروحه مره
للمره المية. انا عارف واحد بيقول لي ان انا بكرر كلام، انا بكرر الكلام يا جدعان، ما تسالنيش ليه، ومش هبطل الموضوع ده. باخد بالي والله يا جدعان ان انا بكرر الكلام. يعني انا بقول مثلا جمله فبرجع اقولها تاني، مثلا برجع اقولها تالت في اخر الفيديو، فده مش باخد بالي خالص، مش باخد بالي. هتيجي تقول لي دلوقتي ما انت بتشوفها في الايديت، ما لو شلتها من الايديت يا صاحبي هتلاقي الفيديو غير منطقي. لما انت تشوف قط من هنا لهنا بيبقى الفيديو غير منطقي تماما لما انا بشيلها، فبسيبها عادي يعني، مش مضايقاني في حاجه، فاهم يعني؟ انت لو متضايق منها ممكن تعمل سكيبها، بس ممكن نقول حاجه ما اتقالتش قبل كده. المهم يعني بدل ما ارغي كتير واتكلم كتير، هقعد اشتغل دلوقتي في شويه شغل ممل متراكم عليا كتير جدا. انا كاتب هنا، يعني انت طبعا بتشوف النوت دي موجوده هنا، فانا ببقى كاتب هنا ايه الحاجات اللي انا لازم اعملها، عشان بس دايما كل ما اجي اقعد على المكنه افتكر انت عليك شغل لازم تعمله، فاهم؟ مخلي الورقه دي قدامي على طول فيها الحاجه اللي انا لازم اعملها ولا انا بتجنبها. يعني الحمد لله كل مره لما باجي اقعد بخلص مثلا حاجه، ولكن كل يوم الحاجات دي بتتراكم عليا، بتزيد مهمه كل يوم. فان شاء الله اخلص النهارده، الامل ان انا اخلص 5 حاجات النهارده ان شاء الله اخلصهم في خلال الساعه الجايه دي. هقعد اشتغل دلوقتي شويه، انا عارف ان انا قلت دي 100 مره قبل كده برضو، ولكن هقعد اشتغل دلوقتي. يلا بينا بدون رغي كتير، لان انا لو قعدت اتكلم هتلاقيني عمال اتكلم كتير جدا، فيلا بينا نشتغل على طول من غير ما اقعد اتكلم كتير، من غير ما اقعد اتكلم كتير زي ما انا عمال اتكلم دلوقتي، وزي ما انا عمال اعيد الكلام دلوقتي. شكرا. اوكي كده الصراحة هاني شغل لحد كده النهارده. زي ما قلت لك ده اطول يوم اشتغلت فيه، بسبب ان انا النهارده كده كنت كملت 4 ساعات ونص صافي عدد الساعات اللي انا اشتغلتها، وده صافي الوقت اللي انا اشتغلته. وده من ساعه ما بدات اتراك الوقت اللي انا بشتغل فيه، عشان اعرف انا بشتغل قد ايه في اليوم، عدد الساعات اللي انا فعلا بشتغل فيها. مش مثلا انا بشتغل 8 ساعات في اليوم، فال8 ساعات دول اشتغلت فيهم مثلا ساعه ساعتين، فاقول ان انا اشتغلت 8 ساعات، لا انا فعلا بشتغل. او الهدف بالنسبه لي ان انا فعلا الساعات اللي انا اكتبها في نهايه اليوم، او الساعات اللي انا اقولها في نهايه اليوم، هي دي تكون عدد الساعات الفعليه اللي انا اشتغلتها، واللي انا انتجت فيها اي حاجه حرفيا. مش اي حاجه بمعنى اي حاجه، ولكن اكون انجزت فيها شغل من المكتوب عندي، ده شغل من اللي انا بعمله، وهكذا. ده كل ده بعيدا عن ان انا قاعد بسيح حرفيا طول ما انا قاعد، والمروحه شغاله. يعني ستيل المروحه لحد دلوقتي شغاله، ما فصلتش المروحه، ولكن انا حران جدا. المروحه تقريبا ما بتعملش اي حاجه. انا عارف ان انا اشتكيت من المروحه دي كتير جدا، ولكن هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. بتبقى مراحل، ودي مرحله المروحه دلوقتي. لسه الصراحه ناوي اقعد اشتغل كمان نص ساعه، ففي الاخر هيبقى الصافي 5 ساعات شغل، ولكن لحد دلوقتي 4 ساعات، لاني مش متاكد هل اقعد النص ساعه دي اشتغل فيها ولا لا. فالنهارده كان يوم منتج جدا، يوم مزدهر جدا، ولكن بعيدا عن ان احنا قعدنا اليوم كله في البيت، او خرجنا شويه ساعتين كده ان احنا نعمل ابلود للفيديو ونعمل ابديت للراوتر وهكذا، ولكن بالنسبه لي يوم مش ممل ابدا. يعني ده بالنسبه لي. بالنسبه لك انت اتعرفت تحت في الكومنت لو انت كملت لحد هنا. بالمناسبه لو انت كملت لحد هنا شكرا جدا ليك ان انت كملت لحد هنا. اللي بيكمل لحد هنا الصراحه ناس قليله جدا، ودول ناس بالنسبه لهم مميزين جدا، بسبب ان هم يعني بيدعموك بشكل كبير جدا، سواء بكلمه سواء بلايك، وتفر الدعم بيجي لك ازاي. تفرق الصراحه، تفرق يعني. الحاجات البسيطه دي بتفرق. بدل ان انا اصلا يعني بشوف مثلا كومنت والكلام ده في نهايه اليوم، يعني مش دايما، ما عدتش زي الاول مثلا بقعد افتح القناه وتشيك الاناليسيس بتاعت القناه وكده. يعني ما عدتش بعملها الصراحه، غير مثلا في اليوم بفتح مره مرتين ثلاثه بالكتير قوي، زي النهارده فتحت 3 مرات. فعشان كده هتلاقوني في ناس رديت عليها بسرعه اول لما كتب الكومنت، ولكن حظهم ان هم كتبوا الكومنت وانا فاتح التشانل وكده. بس المهم يعني بطل رغي، بسبب ان انا رغيت كتير جدا. دي كانت كل حاجه النهارده. اشوفكم بكره ان شاء الله. بالمناسبه انتم طيبين، عيد سعيد عليكم. مش عارف انا ازاي طول اليوم نسيت اقول لكم كده، ولكن بكره يعني في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده، فبكره يكون العيد، فكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. بس كده يعني، دي كل حاجه كنت عايز اقولها، وده كده اليوم ببساطه. بس كده اشوفكم بكره، سلام.